قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في مزرعة جميلة مليانة شمس وخضرة ومليانة أشجار كتيرة، وكان فيها كتكوت صغير لونه أصفر اسمه فلفل. كان فلفل شقي جدا وبيلعب طول اليوم، كل ما يصحى الصبح يلف ويدور ويجري ورا الفراشات وينادي على أصحابه عشان يلعبوا معاه. وفي نفس المزرعة كان في بطة اسمها كوكو. كانت بطة كبيرة شوية عن فلفل، وكانت بتشتغل مع الفلاح، وكانت بتخلي بالها من البيض اللي في العش. فلفل كان كل شوية يروح لكوكو وهو بيجري ويقول لها: يا كوكو يلا نلعب شوية يا كوكو، اللعبة أحلى من الشغل بكتير. يا فلفل مش دلوقتي، عندي شغل ولما أخلص نبقى نلعب سوا. بس فلفل يا أصدقائي كان بيتضايق جدا ويقول: انت دايما مشغولة كده، أنا زهقت بجد. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وفضل كده كل يوم لحد ما في يوم كوكو وهي ماشية جنب البحيرة عشان تنضفها رجليها اتزحلقت ووقعت في المية، ومكانتش عارفة تطلع وقعدت تصوت: الحقوني، حد يلحقني. وكل الحيوانات كانت بعيدة عنها وما سمعتهاش، بس فلفل اللي كان قاعد تحت الشجرة أول ما سمع الصوت جري بسرعة ولقى إن كوكو هي اللي بتحاول تطلع، ومن غير ما يفكر جري على الفلاح وبدأ يصوت ويقول له إن كوكو وقعت في البحيرة. الفلاح جري بسرعة ورا فلفل وقدروا إن هما ينقذوها في آخر لحظة. بعد ما ارتاحت كوكو بصت لفلفل وقالت له: أنا مش مصدقة إن أنت اللي أنقذتني يا فلفل. أنا آسف يا كوكو، كنت فاكر إن اللعبة أهم من كل حاجة، بس دلوقتي فهمت إن الشغل برضو مهم، وأنا فخور إني قدرت أساعدك. وإنت كمان بطل يا فلفل، وإنت ساعدتني النهاردة، أنا كنت فاكراك إن أنت عايز بس تلعب معايا. ومن يومها يا أصدقائي بقوا أصحاب بجد، وفلفل بقى يساعد كوكو في شغلها، ولما يخلصوا يقعدوا يلعبوا سوا. اكتب لنا في التعليقات فلفل كان بيحب يعمل ايه كل يوم أول ما يصحى الصبح، وايه اللي كان بيخلي كوكو ترفض ان هي تلعب مع فلفل. واكتب لنا في التعليقات ايه أحسن قصة سمعتها في القناة وتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا.